انا عارف ان ضغوط الحياة والبيت والاولاد مأثرين عليكي ومطلعين الراجل اللي جواكي، علشان الخشونة هي اللي هتخليكي تعملي كل اللي وراكي وتفضلي عايشة. علشان كده عايزك تفهمي ان انت ممكن تبقي راجل مع اي حد الا جوزك. لو فضلت تعلي صوتك قصاده وتتعاملي معاه بخشونة هيخسر رجولته معاكي، ولو خسر رجولته ساعتها انت اللي هتخسري، علشان هيعاملك معاملة تخسرك انوثتك انت كمان. وفي الوقت ده لا هو هيستمتع معاكي كأنثى ولا انت هتحسي بامان معاه كراجل. مارسي انوثتك مع زوجك وافهمي ان قوتك فيها، مهما كان جوزك عيوبه ايه، طول ما هو راجل امين عليكي. وحط تحت امين دي مليون خط، وبيشتغل وبيصرف عليك انت وولادك، فلازم تعامليه كراجل وتخلي بالك منه، وحقك تقدريه ويشوف مقامه في عينك. وصفاته اللي مش عاجباكي دي دوري لها على حلول واسالي متخصصين يساعدوكي. لكن يوم ما هيخسر رجولته معاكي مش هتلاقي مختص يساعدك. يعني تطلبي منه الحاجة وتاخدي رأيه فيها، مش تأمريه وتبلغيه بقراراتك كأمر واقع. راجل يعني تقولوا له ايه رأيك لو زرنا اهل الاسبوع اللي جاي، مش تقولوا له احنا معزومين عند اهل الاسبوع اللي جاي. راجل يعني تتكلمي معاه بحنية وصوت واطي، مش صوته يعلى فصوتك انت كمان يعلى وترد عليه الكلمة ب10. راجل يعني لما يزعقلك او يغلط فيكي تتجنبي الرد عليه، وبعد ما يهدى تعاتبيه وتحسسيه بغلطه، فيفضل وراكي لحد ما يراضيكي وما يكررهاش تاني. راجل يعني لازم تكبريه قدام اهلك وقدام اهله وتحسسيهم ان هو معيشك في جنة، ومش مخليكي محتاجة حاجة حتى لو ناقصكم 100 حاجة في البيت مش عارف يجيبها. راجل يعني ما تشتكيش منه لاصحابك ولا لاهلك وتصغريه وسط الناس، علشان نظرتهم ليه هتأثر على كل لحظة في مستقبلكم مع بعض. راجل يعني ما ينفعش لما تزعلي منه تتجاهليه وتعامليه كأنه مش موجود وتمنعي نفسك عنه وتحسسيه انه هو طفل وبتربيه. تسمعي كلام الناس اللي يقولوا لك جوزك زي ابنك، لا، لان ربنا خلق الامومه مع الاولاد وخلق الانوثه مع جوزك، فبلاش تخلطي ما بينهم. ومن الاخر عايزه تحافظي على انوثتك، اتعلمي ازاي تحافظي على رجولته. ربنا يصلح حالكم ويريح بالكم ويجعل السعاده ما بينكم. بس كده، السلام عليكم.